عملت النهارده شوية كشري كدّاب في البيت، إنما إيه يا جماعة، حاجة كده زي العسل. بُصّوا يا جماعة حلاوته وجماله بفلفل وجميل ومش هتُقفي كتير في المطبخ، وطريقة سهلة وأكيد أنتم عارفينها. معاكم أبانوب وشجعوني وقولوا لي سلِّم إيديك يا أبانوب. وتعالوا بقى نجيب كوباية من العدس الأصفر وكوباية من الرز الأبيض. بعد كده هاحط بقى في بولة كده العدس والرز مع بعض، وهنبدأ بقى ننزل بمَيّة، ونبدأ بقى يا جماعة نغسل فيهم كويس جدًا، جدًا، جدًا لحد ما يبان لهم صاحب. وخدوهم كده تحت الحنفية ولازم الاتنين يدخلوا كده مع بعض ولازم يتغسلوا كويس أوي. بُصّوا يا جماعة لازم المَيّة تبقى إيه، تفضل شفافة. بعد ما غسلته بقى كويس جدًا العدس والرز، بُصّوا الاتنين دخلوا في بعض إزاي، هاصفّي المَيّة بتاعتهم واسيبهم كده إيه 5 دقايق على جنب. عقبال بقى ما ينشفوا شوية عندي بقى حلة على النار، هانزل بقى بشوية حلوين من الزيت، وعندي كده بصلاية حلوة متوسطة أنا مقطّعها إيه مكعبات تكون صغيرة، وهابدأ كده أحط بقى البصلاية على الزيت، وعلشان البصل يدبل بسرعة هاحط له رشة بسيطة خالص من إيه، من الملح، هتلاقي البصل بتاعك دبل بسرعة. بعد كده هاقلب بقى، أنا عايز البصل بتاعي ما يوصلش لبصل الكشري لأ، يبقى إيه دبلان كده وياخد لون شفاف شوية. الوصفة دي يا جماعة وصفة اسكندراني، هو الكشري الاسكندراني، بس طبعًا عشان ولا فيه صلصة ولا فيه حمص ولا فيه حاجة، قُلنا عليه إيه الكشري الكدّاب. بس يا جماعة طريقته حلوة جدًا، جدًا، وهادّيكِ بقى السر إنه ما يعجنش معاكِ. هاقلّب بقى الرز والعدس كده مع البصل، ولازم يا جماعة يتقلّب كويس أوي، والرز والعدس يسخنوا جدًا مع بعض، يعني دي خطوة مهمة أوي. وهابدأ بقى أنزل عليه بالتوابل. إيه التوابل اللي أنا هاستخدمها، عندي نُص معلقة من الملح، رشة بسيطة خالص من الفلفل الأسود، رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة وكمان الكمون. وهاقلّب بقى كل الكلام ده مع بعض، وطبعًا هاحط له المَيّة بتاعته. طَب أسألكم سؤال قبل ما أحط المَيّة، قُلت لكم علشان البصل يدبل بسرعة، حطيت رشة إيه؟ يالّا لو مركّزين معايا اكتبوا لي في الكومنتات حطيت رشة إيه. بُصّوا، أنا استخدمت كوباية من الرز وكوباية من العدس الأصفر، فأنا هاستخدم لهم الاتنين دول كوبايتين من المَيّة السخنة اللي بتغلي. يا جماعة لازم مَيّة سخنة بتغلي. حطيتها واقفل بقى الغطا واسيبها كده إيه على نار متوسطة مثلًا إيه بتاع 3، 4 دقايق. بُصّوا المَيّة اتشربت، هابدأ كده إيه أدّي تقليبة بسيطة خالص وما اقلّبش كويس عشان الكشري بتاعنا ما يعجنش. وبعد كده هاقفل واسيبه بتاع كده ربع ساعة أو تِلت ساعة على نار هادية خالص، هادية، هادية. بُصّوا يا جماعة فلفل وبقى جميل وزي الفل. الرز استوى والعدس استوى وما عجنش ومفلفلين وزي الفل. في ناس بقى ممكن إيه بعد ما يخلّصوا يحطّوا معلقة سمنة بلدي حلوة، في ناس بقى تدحرج بيضتين كده حلوين في السمنة البلدي مسلوقين. أنا بقى إيه اكتفيت بقى عشان الصيام طبعًا، حطيت شوية من الطماطم مقطّعها مكعبات صغيرة، ويا سلام لو عندِك طماطم مخللة اللي إحنا لسه إيه مخللينها مع بعض، وحطيت رشة من الكزبرة الخضرا بتدّي طعم وريحة حلوة أوي. النهارده كده عملت الكشري الإسكندراني. لو الوصفة عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم، وقولوا لي مين كان أحلى حد بيعمل الكشري الإسكندراني. كان معاكم الشيف أبانوب.